السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي رجع يلعب كورة، فاحنا نرجع نتكلم في الكورة. معروفة بعد توقف دولي ممل صعدنا فيه لكأس العالم. بص يا أخي، الدنيا والزمن بعد ما كنا بنقعد نخش في حزب بيرما بقينا بنصعد لكأس العالم من غير ما نحس بحاجة. في وجود العميد صعدنا لكأس العالم بسهولة، بقى الطريق سهل، النظام سهل، بتاع تحسب له اللي هو صعد في كأس العالم. هنستناه كده كده في أفريقيا وهنقطع فيه براحتنا، بس الحمد لله صعدنا كأس العالم. جالنا الاهلي النهارده في اول ماتش في بدايتنا في مشوارنا في افريقيا، في ماتش قدام منافس اسهل من السهوله، في ماتش ممل قوي يا جدع، في ماتش انت مستناه يخلص، قاعد بتتفرج ملان ملان، عايز الماتش يخلص. مدرب فني جديد وكل حاجه، مش هنتكلم عليه كتير غير في نقطه واحده بس عجبتني فيه. بس ماتش مش محتاج مدرب. يعني هو الماتش قدام فرقه اسهل من الميه، فرقه ما جاتش اصلا، فرقه ما جاتش غير 10 دقايق بسبب اللي انت سمحت لها اللي هي تيجي. يعني شوط اول انت مسيطر على الكوره ال 45 دقيقه، ال 45 دقيقه الكوره تحت رجلك، ما شطتش كوره على الجون، ما شطتش ولا الكوره على الجون، وبتلعب بقى بنجومك بزيزو وتريزيجيه وبن شرقي والبلاص، ولا كوره شطناها على الجون. مفيش لقطه في الشوط الاول كله غير الجون اللي يحسب لمحمد هاني، دبل باص مع بن رمضان حطها له بلسم، محمد هاني عرضيه اون جول. 45 دقيقه قدام منافس ما جاش، ما شطش كرة على الجون. 90 دقيقه نجمهم محمد هاني. عايز برضو اقول لك على حاجه على محمد هاني. محمد هاني مستواه بدأ يبقى احلى ويتطور، مش عارف بقى واخد بالك انت من الحته دي ولا لا؟ من ساعه اما حسام حسن مسك المنتخب، يعني محمد هاني مع المنتخب توب توب، بعيد عن موتوشا اللي بيجي في الاهلي ساعات يسد نفسي فيها. بس محمد هاني اتطور، محمد هاني بقى في اوفرات. انا حاسس ان وجود حسام حسن وابراهيم حسن في المنتخب والله العظيم ثلاثه غيروا في مستواه. محمد هاني النهارده بيلعب وعايز يلعب وبيخش جوه نص الملعب وبيساعد في ماتش يا اخي. مش عارف ازاي قدام منافس زي ده انت ما تشوتش كوره. ما تقوليش بقى ماتش سهل وكده كده انه صاعد ومدرب والجمل وانت مستني ايه. لا يا عم، انا مستني اتمتع، انا مستني اتمتع. ماتش زي ده انت المفروض كلاعب كوره عندك امكانيات، انت كمان مستنيه. ان بدايه حلوه، مدرب لسه جاي جديد قدام منافس ضعيف، اظهر نفسي، اعمل كوره حلوه، اعمل جمله انا واللي جنبي، دبل باص واروح احط على الجون. واحد على واحد عدي، زيزو واحد على واحد ما عداش، تريزيجيه واحد على واحد مش بيعدي، بن شرقي واحد على واحد مش بيعدي. تريزيجيه النهارده برضو اناني وممل قوي، بيلعب في نص الملعب وراح قالب الملعب ناحيه الشمال، يروح يخنق بن شرقي، بن شرقي يخش جوه، طبعا تريزيجيه مش هيوصلها له عشان عايز يشوط او عايز او الكره تتقطع. ماتش المفروض اتمتع فيه كوره، اتفرج على 90 دقيقه انا قاعد سايب ايدي وبتفرج وابقى قاعد مبسوط. جون شكله حلو، طريقه شكلها حلو. ليه؟ ليه انت كلاعب كوره بالبروفايل ده ما بتمتعنيش في ماتش زي ده؟ سيبك من المدرب، حط المدرب ده على الجنب، انت مش محتاج المدرب يقول لك حاجه في ماتش زي ده. انزل ومتعني يا عم واكسب 4 و5 و6. دي الفرقه دي ضغطتك اخر 10 دقايق، كانت ممكن تخطف واحد تحطك في موقف ولا ليه لازمه. كده كده صاعد وهتمسكهم هنا هتقتلهم، بس بسطني يا عم، انا عايز اتفرج على كوره. الاهلي من اول السيزون مفيش ماتش اتفرجنا فيه على كوره. عايز ايه اسهل من كده تتفرج على كوره؟ عايز ايه اسهل من كده تمتع نفسك وتمتع اللي بيتفرج على كوره؟ والمدرب ده هيواجه مشكله كبيره في توظيف تريزيجيه وزيزو في الملعب في نفس الوقت. الاتنين اتفرج لغايه اما طلعوا في الشوط الثاني، قسما بالله كره ولا اتنين انا كنت كاتب اللي بصوها لبعض. تريزيجيه بيتعامل يخش عايز يشوط، لما تتقطع لما يرجع، زيزو هكذا. مفيش تفاهم، مفيش تعاون بينهم وباينه. وانت لو بتتفرج على كوره او كنت بتلعب كوره باينه قوي. تقول لي بقى نفسيه حاجه بره الكوره، لا لازم يتوظفوا صح. لازم المدرب ده، لا يا باشا اللي هيفيدني هلعبه. مدرب النهارده في ماتش سهل زي ده اظهر نفسك يا عم، اخطف عينه، اخطف عينه، اخطف عينه بترقيص، اخطف عينه بجون. مفيش.
بن رمضان برضو النهارده ما ظهرش غير في الجون، في الكره الدبل باص بينه هو وهاني. مروان عطيه يروح المنتخب، لوكا مودريتش وخارجي ويلعب وبيلعب كره لقدام بس عشان حسام حسن واقف بالكرباج بره هيشتمه وهيقل منه. رجعنا تاني بقى لنفس اللي بنتكلم فيه من اول الموسم، ياخد الكوره يلعب للي جنبه، ياخد الكوره. طب ما انت رفعت عينك يعني في الشوط رفعت عينك وكشفت الملعب ومحدش ضاغط عليك، ليه بترجع بالكوره تاني لكوكا؟ او ليه بترجع الكوره تاني لياسين؟ او ليه الملل؟ ليه الملل وماتش سهل، انت مش مضغوط من حاجه. الناحيه التانيه الزمالك نزل بيلعب مركز شباب، مسكه راح دعكه اداله 6 عشان الماتش سهل، عشان اللعيبه نازله على قد الماتش هلعب وهمتع نفسي وهمتع جمهوري. يا عم عادي، الموتوشه دي بتتلعب وانت في السيزون عامه وفي الموسم هتلاعب فرق كتير تعبانه. انا مش مستني، انا مستني منك بره مش ال3 بونت بس، عشان كده كده المفروض هاخدهم. انا مستني اقعد بره اتبسط، مستني اتفرج على كوره حلوه. النهارده الواد الفينا بيعمل كل حاجه في الكوره، تقول لي المنافس تعبان، المنافس ما جاش، ده مركز شباب في الصومال. يا عم عادي، اتبسطت. جمهور الزمالك قاعد وانت بتتفرج معاهم مبسوط من الكوره. بيلبس كوبري، جون شكله حلو، حط واحده تشب، ده بيجيب، نفسيه بتبقى حلوه، الاجوان نفسها شكلها حلو، فبتديك اريحيه. انت كفريق بتديك اريحيه اما بتطلع من ماتش جاب هاتريك، جاب جونين. النفسيه في الماتش اللي بعد كده هتفرق معاك. ليه اضغط نفسي؟ ما تقوليش بقى ترتان يا عم اعتبر ده ماتش خماسي، انزل متع نفسك ومتعني. ليه خلينا اخر 10 دقايق قدام فرقه زي دي انا قاعد مخنوق وقاعد زهقان وقاعد ممكن في واحده غلطه من اي حد اتخطف. لما ماتش زي ده تعبان قدام منافس ضعيف اجي اقول لك ان هاني احسن واحد في الماتش؟ ازاي بالكوادر اللي عندي في الماتش في الفرقه؟ ده النهارده عبد القادر نزل، عبد القادر صايع كوره، كنت بقول لك عليه قبل كده، صايع كوره، نازل راح واحده بكعبه الملبس كوبري ونازل على هادي وعايز ابين امكانياته وعايز ابين ان انا مهاري. ما اللي قدام مني تعبان. العب قفشه النهارده نزل، طاهر نزل. يناير الجاي انت عندك سكواد، مش هقول لك بقى في نجوم، لازم المدرب الجديد بقى لسه هنشوف شغله وكل حاجه، بس الحته اللي انا بكلمك فيها بين زيزو وتريزيجيه دي لازم تتحل، لازم تتحل. لازم الاهلي يجيب ونجات وفيرويد، طبعا وفيرويد وباك شمال. مش عايز بقى كل فيديو نرجع نقعد نقول في الحاجات اللي ناقصه، بس انت كل ماتش بيبين لك ان انت عندك نواقص، انت عندك نجوم وفي نفس الوقت عندك نواقص. في حين النهارده بيراميدز مسكت نهضة بركان كسبتها وخدت السوبر الافريقي. وعايز اتكلم على قطه النهارده، مايل اللي جاب الجون، فنش نص فرصه شيبه حطاله طن من نص فرصه. فيرود تحب يبقى في فرقتك، فيرود البروفايل ده الاهلي لازم يدور على واحد زيه. اقسم بالله العظيم ارجع لاي ماتش بيراميدز في حتى الحسم البطولات في افريقيا، ما اللي جايب في الانتركوننتال قدام اهلي جده، ما اللي جايب النهارده السوبر، ما اللي جايب. هو ده الفيرود اللي في الماتش الصعب يخلص لي القصه يجيب لي البطوله. بس النهارده عايز اكلمك على قطه النهارده كيفني. قطه النهارده بيدافع وبيهاجم وعلى قد امكانياته، اللي انت لو قعدت معاه حد بيتفرج على كوره وقلت له مثلا قطه ولا بن شرقي يقول لك ايه يا عم انت هتهزر. بس الراجل على قد امكانياته بيلعب. النهارده عجبني قوي 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 قوي. خلي بالك قطه بيلعب على لعيب الكوره. قطه قاعد له من اول الموسم رمضان، وقاعد له زلاكا، وقاعد له زيكو، وقاعد له ايفرتون البرازيلي اللي جايبينه ب2.5 مليون، عشان بيجتهد وبيلعب بما يرضي الله، حط نفسه في الحته، بيلعب اساسي على كل دول. والنهارده في الاحتفالات شفت دودو الجباس، ودودو الجباس ده عليه علامات استفهام غريبه من ساعه ما بيراميدز انشي وهو قاعد على الدكه، ولا شغله بيقبض بس، ولا شغله ولا مشغله. انا هعمل عليه بحث، دودو الجباس ده هعمل عليه بحث واعرف هو ليه قاعد. النهارده الشيبي باك يمين كما قال الكتاب. المهم هنرجع تاني ونتكلم في الكوره ونستنى المدرب الجديد شوف شغله وان شاء الله خير، وصعدنا بامر الله ونرجع للدوري الجميل. سلام.